الزمالك بيبدأ رحلة الحفاظ على اللقب بفوز مهم وحصد أول 3 نقط في دور المجموعات. فوز مهم في بداية دور المجموعات لأن مهم جدا البدايات عشان تقدر تبني عليها ونعدي بدري ونخلص نفسنا. واللي زود أهمية الماتش إنه جاي بعد خسارة في الدوري، فكان مهم جدا الفرقة ما تفكش ولا الماتشات تتكرر معانا بنتائج سلبية لا قدر الله. ماتش مقبول من جوميز من اول التشكيل اللي دخل فيه فتوح على حساب بنتايج عشان يستغل دخول فتوح لنص الملعب ومساعده الفريق للخروج بالكوره وتحرير عبد الله وزقوا شويه لقدام. ده غير لعب زيزو كرقم 10 لغياب ناصر ماهر، والبدايه بايشو في مركز الجناح. ايشو اللي كافئ مدربه وجاب الهدف الاول. فتوح ممكن يكون لعيب كبير لو خلى الكوره شغله وركز فيها، غير كده انساه. حتى على مستوى التغييرات ادى فرصه لحسام وعمر فرج، وان كان محدش فيهم باين اماره لحد دلوقتي، لكن الراجل اهو بيديهم. يمكن الناس تنزل من على دماغه شويه. وبالله عليكم محدش يقول لي شلبي كان كويس او العبط ده. شلبي عمره ما كان كويس ولا هيكون كويس، ولا ينفع لاعب بالعقليه دي يبقى كويس، ولا هيكون في الزمالك اصلا. بدأ النهارده جوميز بعواد، فتوح شمال وعمر يمين، حمزه وحسام قلبين دفاع، دونجا وعبد الله قدامهم زيزو، شلبي شمال وايشو يمين، قدامهم الوهمي سيف الجزيري. بدأ الزمالك بضغط متوقع، لكن صدق او ما تصدقش اول هجمه حقيقيه في الماتش كانت علينا مش لينا، لكن عواد برد فعل عظمه بيطلعها. بعدها كره طويله لزيزو يستلم ويدي سروف فوق العظمه، يودي بيه الفلاح ابن الفلاحين الغبي اللي الله يحرق اللي لعبه كوره اصلا. يا ابني ده انت في الستة ومنفرد بالحارس، امال هتجيب انهي زفت كوره؟ يا اخي ربنا ينتقم منك ومن اللي دخلك النادي. بعدها هجمه تاني للزمالك، لكن ايشو عايز يرقص مش يحطها في الجون. عدم تركيز واخطاء في التمرير بتخليهم ياخدوا الكوره ويروحوا علينا بمنتهى السهوله. ده غير الضغط العشوائي اللي بتعمله اللعيبه، واللي بيخلي حتى فريق مجهول زي ده قادر يطلع علينا. بعدها بتتكرر جمله فتوح اللي بيضم من نص الملعب وياخد مهمه صناعه اللعب، وعبد الله يزق نفسه لقدام، وبتتلعب لشلب الطويله. لكن كل ده ملوش لازمه طول ما اللي بتتلعب له الفلاح ده. بعدها من كره ثابته باين فيها شغل الراجل، عبد الله بيلعبها على البعيده بتتصد وتتشتت، تنزل لايشو اللي بيحطها على طول ويسجل الاول للزمالك والاول ليه معانا عشان يخلص الشوط الاول بتقدم الزمالك. شوط كان افضل لاعب فيه فتوح ونجح بشكل كبير ياخد مهمه صناعه اللعب والخروج بالكوره. دونجا لسه مش لاقي نفسه، الجزيري مهاجم وهمي، زيزو لسه بيرجع، ايشو بيسجل وينتصر لجوميز، وشلبي ربنا ينتقم منه. بدأ الزمالك الشوط الثاني بشكل افضل واهدى بكتير، وعلى طول في مفيش، ومن كعب من زيزو لدونجا اللي بيحطها بشماله بوم، والهدف الثاني للزمالك. اخيرا حد شاط من الزمالك، اخيرا شفنا جون من تسديده. يا ريت اللعيبه تفتكر ان ممكن تشوط من بره ال 18 وساعات بتيجي اهي، مش لازم تبقى في حضن الحارس عشان تسجل يعني. بيكمل الزمالك ضغطه وشلبي مستمر في خصي الجماهير. زيزو بتجيله واحده بيحطها في الضيقه والحارس بيشيل، بيتدخل بعدها جوميز وبينزل كونراد ويطلع ايشو. يمكن رئيس احد تهدى عنده شويه ويخليه في حاله. بعدها من كره على الرايق 1-2 بين زيزو وشلبي، لكن زعيم الفلاحين لعبها في ايد الحارس، ولا منه سدد بقوه في الجون ولا منه عمل عرضيه بعيده عن الحارس لكونراد. بعدها كره طويله بيخرج لها عواد يشيلها ويشيل المسلوسي في سكته، بيتصاب بسببها المسلوسي ويخرج وينزل مكانه المسرتن، والف سلامه طبعا لابو الرجوله وان شاء الله بسيطه. جوميز بعدها بيتدخل تاني ويعمل 3 تغييرات مره واحده، بيطلع شلبي الحمد لله وعبد الله والجزيري، وينزل حسام وبنتايج وعمر فرج، وبكده فتوح بيلعب 8 جنب دونجا، وبنتايج بيبقى هو الباك الشمال، وزيزو بيروح يمين وكونراد يروح شمال، وحسام اشرف مهاجم وعمر فرج رقم 10. وبيكمل الزمالك ضغطه على امل اننا نجيب الثالث. زيزو بيلعب واحده لكن الزمالك ما فيهوش مهاجمين. بعدها انطلاقه من دونجا يشوط والحارس يصد وتقع لعمر فرج اللي بيشوطها بالعرض وهو في الستة قدام الجون، فتروح لدونجا تاني يعليها لكونراد، لكن صدقوني مفيش فايده علشان الزمالك يخلص الماتش 2-0 ويعد اول 3 نقط في المجموعات. شويه نقط كده عن الماتش، من ماتش البنك وسموحه والمصري ولحد ماتش النهارده باين ان الزمالك عنده مشاكل فنيه، في اللي جوميز مشارك فيه زي وقفه الدفاع والمعدل البدني اللي في النازل،
وبطء التحضير والخروج بالكوره. لكن للاسف مشاكل الزمالك اكبر من الكام حاجه دول. الزمالك عنده مشكله اكبر بكتير، وهو انه ما عندوش 11 اساسي كاملين اصلا، ده غير عدم وجود دكه فيها بدايل. وانا هنا مش بتكلم على بديل كويس ولا حتى مقبول لا سمح الله، انا بدور على بديل اصلا مش لاقي. فرقه كامله مفيش فيها في خط الهجوم غير جناح واحد وشكرا على كده، لا في جناح تاني يشيل معاه ولا في مهاجم اصلا. كل ده والاداره مفخده من ساعه سوبر القرن، ومفيش اي تحرك لانقاذ الفرقه وتحسينها. محتاجين قبل يناير، وبقول قبل يناير لان لازم اللي انا هقوله ده نكون مخلصينه قبل يناير. يعني يجي عليك 1 يناير والكود يتفتح، اللعيبه تتأيد وتلعب وتكون جاهزه ان هي تخش معاك. محتاجين نخلص في جناح ومهاجم اجانب ورقم 6 ومدافع على الاقل. ومش محتاج اقول ان موضوع تجديد زيزو لازم هو كمان يكون خلصان قبل يناير. بنقول الكلام ده من اول الموسم وبنقوله دلوقتي وهنقوله كل شويه ومش هنزهق، لعل وعسى الاداره تفوق وتشتغل لمصلحه الفرقه.